حكاوي تاوي وحكاية جديدة. تعالوا النهاردة ناخدكم في رحلة للقرن ال18 ونكلمكم عن شخصية من أهم الشخصيات في تاريخ علم المصريات، وهو الإيطالي جوفاني باتيستا بلزوني. جوفاني باتيستا بلزوني كان بيعيش في إنجلترا على دخل غير ثابت مقابل قيامه بأعمال خطرة بتعتمد على القوة البدنية في السيرك والمعارض والاحتفالات والأعياد. وكان هو من عيلة محترمة من أصل روماني، ودرس الهندسة الميكانيكية. وفي عام 1815 اعتقد أنه وجد الفرصة لتكوين ثروته الخاصة، وذلك بسبب أنه قدر يعرض على والي مصر في الوقت ده محمد علي باشا الكبير ساقية للري بتقدم أضعاف عمل الساقية المعتادة اللي كان بيستخدمها الفلاحين في مصر. وعن طريق أحد وكلاء محمد علي في الخارج وجد طريقة عشان يقدم بيها نفسه لمحمد علي باشا، وقابله فعلا في حديقة قصره بشبرا. وقام بلزوني بتركيب الساقية اللي هو اخترعها، ونجحت الساقية في العمل بشكل كبير، لكن محمد علي رفض استخدامها لأن أحد الفلاحين لما شافها تعلق بيها ووقع واتكسرت رجله، فمحمد علي باشا اتشائم من الموضوع. فبلزوني لقى نفسه عاطل عن العمل ومفيش أي دخل داخله، وبتشجيع بقى من المستشرق السويسري اللي كان مقيم في القاهرة في الوقت ده اسمه بورخارت، قدمه أو قال له يقدم نفسه لهنري سولت القنصل العام البريطاني في مصر في الوقت ده، واللي هو تعاقد معاه على طول لنقل النصف الأعلى من تمثال ممنون الضخم رمسيس الثالث اللي هو موجود دلوقتي في المتحف البريطاني من الأقصر للإسكندرية، على أساس إن هو كان ضخم البنية بيقدر يشيل بقى الحاجات التقيلة يعني. وقضى بلزوني بعض السنوات بيعمل لحساب هنري سولت اللي هو القنصل العام البريطاني، وفي الحفاير والتنقيب عن الآثار. وكان هنري سولت بيديله طبعا مرتب نظير عمله معاه، لأن هنري سولت كان بيبيع الآثار اللي بيكتشفها وبيدي العمال اللي معاه بقى أجرتهم. وده بيورينا قد كانت الآثار المصرية بتخرج من مصر عن طريق القنصل العام البريطاني والقنصل العام الفرنسي برضو، لأنه كان منافس للقنصل العام البريطاني في عملية التنقيب عن الآثار. وبعد كده بلزوني بقى بيبتدي يشتغل لحسابه، بيسيب هنري سولت لأنه في مرة اتأخر عن إن هو يديله أتعابه أو أجرته، فبيشتغل لحسابه مع مخاطرة إن هو هيتعرض لمشاجرات كتير مع المنافسين اللي هم بينقبوا عن الآثار والحفائر. زي أكترهم كان واحد إيطالي تاني اسمه دورفيني، ده كان ممثل القنصل الفرنسي في عمل الحفائر والتنقيب عن الآثار المصرية. وبيرجع له الحقيقة أيام بقى دي كانت أيام الحفائر العظيمة اللي خرجت منها أهم القطع الأثرية والاكتشافات العظيمة، بداية من تميمة الجعران إلى المسلة الضخمة اللي هي بتاعة المسلة الضخمة بتاعة رمسيس الثاني. وكانت الآثار والاكتشافات الأثرية بيتم الاستيلاء عليها بوضع اليد، اللي اكتشفها بوضع اليد وبالعافية وبالقوة بياخدها ويبيعها. وبلزوني بيشارك كمان في نقل المسلة ووضعها على قارب في النيل ورفعها مرة أخرى، واللي هي كانوا بينقلوها من الأقصر لإسكندرية. والحقيقة من الاكتشافات اللي عملها بلزوني، الاكتشافات الكتيرة اللي عملها، اكتشف مثلا مقبرة الملك آي في وادي الملوك، ومقبرة الأمير مونتو حرخبش ومقبرة رمسيس الأول ومقبرة سيتي الأول
ومقبرة سيتي الأول دي اللي هو يعني عثر فيها على تابوت مذهل للملك سيتي الأول، منحوت من المرمر الشفاف الخاص بسيتي الأول، واللي موجود دلوقتي في متحف سوان في لندن. واكتشف أيضا بلزوني مثلا اللي هي تمثال رمسيس الثاني في منطقة سقارة. فالحقيقة كان ليه اكتشافات كتيرة جدا بلزوني، ومعروف عند علماء الآثار وعلماء المصريات في العالم على مستوى العالم. والحقيقة يعني أخذ آثار كتيرة جدا خرجها من مصر. وعام 1820 بيرجع إنجلترا ويعمل معرض للكنوز الأثرية اللي حصل عليها أو اللي عثر عليها في مصر، بالتحديد في وادي الملوك، وبتتضمن التابوت اللي هو المذهل اللي معمول من المرمر. وكمان عمل نموذج لمقبرة سيتي الأول. والمعرض ده كان معروف لكل علماء الآثار، اسمه الإيجيبشن هول أو القاعة المصرية. وهنا بتنتهي قصة واحد من أشهر الرحالة اللي جم مصر، ومن أشهر يعني الأشخاص في علم المصريات. وعمل على فكرة بلزوني كتاب مهم جدا عن الفترة اللي قعدها في مصر وعن الآثار المصرية، اسمه ناريتيفز، منشور باللغة الإنجليزية. وهنا بتنتهي حكاية، وإن شاء الله نشوفكم في حكاية تانية. أتمنى تكون عجبتكم الحكاية، ونشوفكم على خير. شكرا ليكم.